قبل ما تجرح واحد بكلامك اتذكر بليرك ما تعرفش وش راح حارب وحده. الهدرة اللي تجرح ولت حاجة عادية بزاف هاد الوقت. الناس ولا تضحك يتكسر خاطر واحد آخر، ولا تتفنن في الكلام القاسي. كلمة تطيح المعنويات، كلمة تخليك تشك في روحك، وكلمة تبقى في القلب سنين وما تتنساش. كاين اللي يقولك كنت غير نضحك، وكاين اللي يقول ما تستحسش بزاف. بالصح ما يعرفوش باللي بعض الكلمات تقدر تجرح أكثر من الصفعات. الإنسان راه يعيش حروب ما يعرفها حتى واحد. تلقاه يضحك معاك وهو مخنوق، يهدر عادي وهو راه يتعذب من الداخل، وزيد انت تجيه بكلمة تكسر آخر حاجة باقية فيه. مشي كل واحد يبين وجهه، وكاين ناس ساكتين غير خاطر تعبوا من الشرح. لهذا قبل ما تهدر فكر شوية، وش راح تزيد بكلامك، وش راك حاب توصل. إذا ما كانش خير، السكوت خير 1000 مرة. بعض الناس ولا تحسب القساوة قوة، والاحتقار رجلة، والتنمر ضحك. يجرح في الخلق، يطيح من قيمة الناس قدام الخلق، ومن بعد يقولك عادي. لا، مشي عادي. القلوب مشي لعبة، والنفوس تتعب. كاين اللي كلمة منك تخليه يكره روحه، وكاين اللي بسبب الهدرة القاسية يدخل في حزن طويل وهو ساكت. الكلمة المليحة ما تنقصكش، بالعكس ترفعك. كلمة طيبة تقدر تبدل نهار كامل لإنسان، تشجعه، تفرحه، وترجع له الأمل. علاه نختار نكونوا سبب في الألم وما نكونوش سبب في الراحة؟ الدنيا راهي تقيلة علينا كامل، وكل واحد حامل همه. على الأقل خلي لسانك خفيف على الناس. إذا ما قدرتش تداوي الناس بكلامك، على الأقل ما تزيدش جراحهم. راهي سهلة تجرح، بالصح صعيبة بزاف تصلح اللي تكسر. وكاين جروح ما يبروهم لا وقت لا اعتذار. لهذا قبل ما تخرج كلمة من فمك، حط روحك بلاستو وشوف إذا كنت تقدر تتحمل نفس الهدرة لو كانت موجهة ليك. الناس ما تحتاج قساوة زيادة، الناس تحتاج رحمة، تفهم، وقلوب صافية. خلي أثرك مليح، لأنه الكلمة يا ترفع إنسان يا تقتله من الداخل وهو حي. وفي الأخير، إذا حسيت إنه هذا الكلام لمس قلبك، لا تنسى تشترك في القناة باش يوصلك كل جديد. وكذلك كاين قناة ثانية اسمها همس روح، نشارك فيها كلام هادئ عميق وإيجابي، يمكن يخفف عليك شوية من ضغط هذه الدنيا. تلقاو رابطها في الوصف. وخلي أثر كلامك دايما طيب، لأن الكلمة إما تجبر خاطر، وإما تجرح قلب ما كان ناكسه ألم.